أهلا بيكم. أنا آلاء لايف كوتش، والنهاردة هنتكلم عن مكوناتنا وأفكارنا وسلوكنا، إزاي نحسن من كل ده، وهنتعرف على نفسنا أكتر، هنتعرف على أسرارنا، وهنعرف إزاي نستغل كل حاجة فينا، كل شعور بنحس بيه، كل حاجة. يلا بينا نبدأ. أول حاجة، إحنا كبشر بنتكون من إيه؟ ربنا خلقنا. أسمى حاجة فينا وأهم حاجة فينا هي الروح. ربنا نفخ فينا من روحه، فدي أهم حاجة وأسمى حاجة فينا. علشان كده عايزة إن احنا نتعامل مع نفسنا كأننا روحنا مش أفكارنا، وهقول لكم ليه في الفيديو ده. فنقدر نقول إن الروح دي هي السر الإلهي اللي بيحركنا، وفي غير الروح النفس، والنفس البشرية هي اللي موصوفة بالطيب بالقبح على حسب أعمالنا، وعلى حسب احنا بنجاهد نفسنا ولا سايبين نفسنا. كل ده بيأثر على نفسنا، أو ممكن نقول على قلبنا. جزء كبير قوي 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 من تزكية النفس هو ان احنا ناخد بالنا من قلبنا، وان احنا نحاول دايما ان احنا نفلتره من الأمراض. زي بالظبط ما بيكون في طفل عيان قدامنا، عنده سخونية، عنده أي حاجة، بنديله الأدوية. وربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام ادونا أدوية كتير قوي قوي قوي. أهمهم طبعا القرآن الكريم. تاني حاجة الذكر، الصيام. عندنا أدوية كتير ممكن نستعملها لقلبنا علشان قلبنا يكون نضيف. لما قلبنا بيكون نضيف احنا روحنا بتسمو أكتر، وبنقدر إن احنا نقرب من ربنا أكتر. الطاعات ما بتكونش تقيلة علينا، بنقدر نسعى بروح خفيفة، مش مركزين مين حقد علينا، مين جرحنا، مركزين بس في طريقنا، تزكية نفسنا وعمارة نفسنا وعمارة الأرض وعبادة ربنا. كده اتكلمنا عن الروح، واتكلمنا عن النفس إن هي الموصوفة بالقبح أو بالطيب، وده بيكون بناء على أعمال الجسد والقلب والعقل. واتكلمنا عن القلب، وازاي ان احنا نحمي قلبنا من الأمراض ممكن نكون واخدين بالنا منها، وفي أمراض كتير ممكن نكون مش واخدين بالنا منها. علشان كده لازم نصحصح، ولازم نطور نفسنا عقليا بالتعلم. لازم نتعلم. كل ما هنتعلم عن ربنا، عن الدين، عن النفس، عن الدنيا، كل ما هنعرف ان احنا نزكي نفسنا. كل ما هنزكي نفسنا كل ما قلبنا هيكون احسن. فكلها جوانب مربوطة ببعض. طيب أنا كويسة وبحاول دايما أعمل حاجات كويسة، بس بتيجي في دماغي أفكار أنا مش بقدر أسيطر عليها. معرفش الأفكار دي بتجيلي منين. أنا كده ببقى وحشة علشان بتجيلي أفكار وحشة. أفكار مثلا حقد على حد، أو إني أبص على حاجة حد غصب عني. لأ خالص، ده طبيعي وبيحصل لكل الناس، لأن كلنا بلا استثناء في شيطان مخصوص لينا علشان يوسوس فين؟ في نفسنا، يوسوس في صدورنا. فاحنا ما بنكونش حاسين ان الافكار دي من الشيطان. هو بيقدر يضحك علينا، بنفتكر ان الافكار دي مننا احنا وافكارنا احنا، لكن لا. طالما احنا بنقف لها، بنواجهها، بنسيطر عليها، بنقوي نفسنا ونقوم نفسنا علشان نقدر ان احنا نقف قدام كل افكار الشيطان دي، يبقى احنا الحمد لله كويسين. طول ما احنا بنسعى يبقى احنا كويسين. طول ما احنا بنقوي نفسنا يبقى احنا كويسين. طول ما احنا بنزود وعينا يبقى احنا كويسين. فما تخليش الشيطان يضحك عليكي وينجرك في الحتة دي، ينجرك في حتة ان انتي مش تمام، انتي مش كويسة، فتسيبي نفسك ليها، تسيبي نفسك لأفكاره. لا، احنا عارفين الشيطان بيعمل ايه، وعارفين كمان احنا هنقف له ازاي. ومن هنا بتيجي إجابة السؤال التاني، احنا شخص طيب ولا شخص شرير؟ اللي بيحدد ده احنا بنقف لنفسنا ولا لا، بنزكي نفسنا ولا لا، سايبين نفسنا وفاكرين نفسنا والله احنا طيبين ومفيش مننا اتنين، ولا عارفين عيوبنا وبنسعى دايما ان احنا نعرف عيوبنا علشان نصلحها. احنا مين في دول؟ طيب دي جوانب حلوة قوي، بس بقى افعالنا اليومية، السلوك بتاعنا، ردود افعالنا على الحاجات اللي بتحصل، دي بتكون ايه سببها؟ جاية منين؟ دي بتكون جاية من المشاعر.
أي سلوك إحنا بنعمله لو حد ضايقني فأنا اتعصبت وعملت سلوك مش كويس، السلوك ده جاي من مشاعر، مثلا مشاعر غضب موجودة جوايا، فلما يحصل أي سلوك نعرف نسأل نفسنا هو حصل ليه؟ ايه المشاعر اللي أنا حسيت بيها فسببت للسلوك ده؟ وبعد ما نعرف المشاعر بنسأل نفسنا تاني ايه الأفكار اللي جاتلي خلتني أحس بالشعور ده؟ هي لوب، دايرة. السلوك بيكون سببه شعور، الشعور بيكون سببه فكرة. طب والفكرة بقى بتيجي منين؟ أفكارنا بتيجي منين؟ جزء كبير 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 من أفكارنا عبارة عن معتقداتنا، حاجات مغروسة جوانا، بيكون صعب ان احنا نغيرها، بس طول ما احنا بنسعى بنقدر ان احنا نغيرها. واغلب معتقداتنا جاية من الطفولة ومن التجارب السابقة لينا، ممكن تكون تجارب لينا احنا او ممكن تكون تجارب ناس تانية احنا شفناها وشفنا نتيجتها ايه. وممكن قوي 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 نكون ترجمنا المعتقد ده بطريقة غلط، فترتب عليه فكرة غلط، فترتب عليها شعور غلط، فترتب عليها سلوك غلط. علشان كده لازم نفضل ماسكين الدايرة دي، نمسك طرف الخيط ونمشي وراها علشان نتأكد احنا فعلا السلوك اللي احنا بنعمله ده سببه ايه. وبعد ما بنعرف المعتقدات ونغير الأفكار ونقدر نتحكم في شعورنا، بنقدر ان احنا نكون لينا سلوك قويم. معرفش قويم دي صح ولا غلط، بس بنقدر ان احنا نقاوم نفسنا ونقاوم سلوكنا ونتحكم في نفسنا اكتر. وصدقيني مفيش حد هيديك المعلومات دي ببلاش، كلها في فيديو واحد كمان. فما تنسيش لو فعلا استفدتي بالفيديو تبعتيه لحد تاني تنفعي بيه غيرك، ما توقفيش المنفعة عندك انتي بس. كل ما هتساعدي الناس اللي حواليك ان هم يكونوا احسن انتي بتساعدي نفسك انتي كمان انك تكوني احسن. ربنا مفيش عنده اي حاجة بتروح، ساعدي الناس وربنا كمان هيساعدك. ابعتي الفيديو لأي حد ممكن يكون محتاج يسمعه، اعملي له شير عندك علشان ناس اكتر تشوفه. وما تنسيش انك لو احتجتي اي مساعدة في رحلة تطورك علشان تعرفي طريقك، تتعرفي على نفسك، تقومي سلوكك، تزكي نفسك، انا موجودة معاكي. تقدري تبعتلنا على السمرة، هسيبلك اللينك في الديسكريبشن وابعتلك كل تفاصيل الجلسات. شكرا.